أنت بتذكر كل الإيجابيات الجميلة اللي إحنا ألقينا الضوء عليها، اتفضل. لكن أنا دلوقتي عندي حاجة في الجمعية الزراعية اسمها حماية أملاك. حماية الأملاك دي أنا بقول سؤال محدد، هل لو أنا جيت بنيت مبنى خيري على أرض زراعية ومع إنه خيري، الجمعية ليها الحق إن هي تزيل هذا المبنى حتى لو مخالف مع إنه خيري؟ ايوه. بس ده اللي أنا عايزة احنا أسمعه. دلوقتي بنتكلم في حضرتك في ايه؟ بنتكلم في دولة قانون. يا يا لا. المبنى الخيري فوق دماغي، لكن المبنى الخيري ما كنتيش تاخدي الاجراءات القانونيه لاصدار الترخيص بيه، اصبح الايه؟ اصبح المبنى مخالف. من حق الجمعيه الزراعيه انها تزيله. احنا يعني معلش عايزين زي ما بيقولوا احنا يعني مجتمع عندنا العاطفه قويه جدا. فيقول لك ازاي الدوله او ازاي الجمعيه الزراعيه بتزيل مبنى خيري؟ لا، القصه مش قصه مبنى خيري او غير مبنى خيري. القصه ان انا بحترم القانون ولا لا احترم القانون. جميل. اذا كنت بحترم القانون فعلي ان انا اتبع الاجراءات الخاصه ان انا استصدر ترخيص من الجهات الايه، من الجهات المعنيه. طب ما اصدرتش ترخيص، لا انا بقول لك يعني وبملء الفي زي ما بيقولوا من حق الجمعيه الزراعيه ان تزيل اي مبنى حتى ولو كان خيري. وهذا الامر يعني ازاله الجمعيه لهذا المبنى